السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في قناتي مع فيديو جديد. اليوم غادي نبارطاجي معكم غاتو كلاصي او بافاغوا بالفريز. كتجي مذاق واعر، واخا تكوني اول مره غادي تجربي هذا الكاطو غادي تنجح معاك فحال ما هكا، حيت غادي نشارك معاك كلشي من الاول في فيديو واحد. لا جينواز او بديل اللي غادي دير بديل المولي كيك والكريم والكلاصاج. الكلاصاج حطيته لكم في الفيديو اللي قبل من هذا، وغادي نديرو معكم حتى في هذا الفيديو هذا باش تشوفوا معايا الكاطو من الاول حتى للاخير. ما غادي نخلي لكم حتى شي حاجه باش تجربيها وتنجح ليك فحال ما هكا. هاد لي كاطو هادو ممكن تستعملوهم في لي زانيفيرسير ديال وليداتك، من اليوم ما عمرك تشريها، تبعي غير هاد الطريقه ديالي ووجديها في دارك بلا ما تحتاجي تشريها من لي باتيسري. نبداو على بركه الله. بالنسبه للجينواز فانا كنخدمو بطريقه ديال المولي كيك، كناخذ 2 بيض ديال البيضه، صافي كنخلي الصفر على جنب، وكندير قبيصه ديال الملحه وساشي ديال الفاني. غنخلي لكم الفيديو كما هو، ما غادي نقص منه والو باش تشوفوا معايا من الاول للاخير كيفاش غادي يطلع لي هاد لا جينواز. ملي كيبدا يتبدل اللون بحال هكا وكيبيض، كنبدا نزيد بشويه بشويه السكر السنيده باش كيعقد وكيعطينا الموغينغ. تبعوا معايا هاد الطريقه هذه ديال لا جينواز، كيجي ناجح 100%، كيجي هشيش بحال البونجو. شوفوا كيفاش كيبدا يتبدل. انا خليت معكم الفيديو من الاول، ما نقصتش لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. صافي هنايا زدت 2 دوك الصفار ديال البيضه حتى هما، وغادي نضيف ربع كاس ديال الزيت، غير بشويه بشويه على هذا الشكل هذا، ونقصت الباتور باش ما يبقاش مجهد ويطيح ليا داك البيض. وهنايا زدت ربع ديال الكريم فريش، ممكن تعوضوه بالحليب، ولكن باش كيجيني فيه الجينواز كيجي مذاقه واعر وكيجي هشيش كندير كريم فريش. علاش قلت لكم هذا بديل المولي كيك؟ حيت المولي كيك هو اللي كيدار فيه لا كريم فريش. صافي هنايا ضفت كاس ديال الدقيق، وغادي نضيف كذلك كاس قله ربع. ديروا هاد العبار اكزاكت، عطيتكم العبار بكاس العنبه حيت بزاف ما متوفرش عندهم الميزان، فانا عطيتكم العبار بكاس العنبه. هنايا في الدقيق درت كاس عامر ديال العنبه وكاس قله ربع، ودرت خماره. صافي غادي نغربل كلشي وغادي نبدا نحرك بشويه. شوفوا كيفاش كيجي. الا ما جاكش بحال ما هكا عاقد، بحال ما هكا بحال الكريم، كيولي على شكل كريم. شفتوا معايا بحال ما هكا كيجي بحال كيتلصق، كتعرفيه راه لا جينواز ناجح 100%. شوفوا معايا كيفاش كيجي. هنا خديت مول 28 سنتيم، ممكن تستعملوا حتى كبر منه، وممكن تستعملوا صغير وتقسموا الجينواز على 2 ويجيكم 2 طبقات. بالنسبه لي انا غادي ندير بافاغوا، فغادي ندير غير طبقه واحده على هذا الشكل هذا. خديت العبار ديالها باش تجيني مزيانه، جاني العبار اكزاكت. ها نتوما كيفاش كيجي لا جينواز هشيش وبحال البونجا وناجح 100%. غادي ناخذ هنايا نص لتر ديال الكريم فريش، كنستعملوه لالا كيجي بنين بزاف، ما كيحتاج لا سكر لا والو، هو ديجا حلو. كنضيف ليه معلقه ديال النكهه ديال الفريز. هنا ممكن ديروا اي نكهه بغيتو، ممكن هاد الكاطو ديروا اي نكهه بغيتو توجدوها، لا في الكلاصاج ولا في الكريم، يعني كديروا النكهه اللي بغيتو. بالنسبه للكلاصاج راه كيبقى تغيير في الملون. صافي غادي نخليه يطلع.
هنا في الوسط درت القرقاع ودرت الفويتشين، ممكن ديروا اي حاجه عندكم، وبالاخص الا ضفتوا عليهم شوكولا نوار او لاصوص كراميل من الفوق، يعني كيجي المذاق واعر. عاد كتزيدوا الكريم الاخر. انا هنا درت غير القرقاع والفويتشين، كانوا حدايا صافي حطيتهم درتهم، كنت غنديرها عاديه غير حيت كان متوفر عندي هنايا القرقاع والفويتشين، صافي درتهم صافي. وغادي نكمل. صافي هنا غادي نديرها في الكونجيلاتور، غنخليها ليله كامله حيت انا بغيتها حتى للغدا، غنخليها ليله كامله من الاحسن. اولا ممكن تخليوها غير بالسوايع بحال ما كان، المهم حتى تجمد. ديروها في الكونجيلاتور صافي. وهنايا الكلاصاج، غنوجد الكلاصاج راه حطيته لكم في الفيديو اللي قبل من هذا، بغيت نشاركو معكم حتى في هذا الفيديو باش ما نخليكمش ترجعوا، يعني فيديو واحد تكملوا الكاطو كامل. هنايا خديت نص كاس ديال الماء مع كاس ديال سكر سنيده، درتهم يغليو، وخديت كاسرونه اخرى درت فيها 20 قطعه ديال شوكولاط بيض مع نص كاس ديال كريم فريش، او ممكن تعوضوه بالحليب. هنا اوراق الجيلاتين غادي نخليها حتى يطلقوا في الماء بارد، ما يكونش سخون باش ما يذوبوش. هنا بعد ما داب لي الشوكولا غادي نضيف ليه السيرو اللي صايبت، يعني الحليب الماء، نص كاس ديال الماء اللي درت مع كاس ديال السكر يغلي، وخلطت كلشي بحال ما هكا. وغادي نضيف الملون، وغادي نضيف نكهه ديال الفريز باش كيجي الكلاصاج المذاق ديالو زوين. هاد لا فيديو هذا راه يلاه حطيته لكم في فيديو بوحدو، غادي نتلقاوه كامل بالتدقيق. هنايا زربت عليه واحد شويه ولكن راه كلشي واضح. هنايا الملون غادي نتلعبوا به درجات كيف قلت لكم، يعني بغيتي الغوز غادي ديري غير معلقه، راس ديال المعلقه صغيره غادي يعطيك الغوز. في هذا الاحمر النيت بغيتي يكون حمر صافي، فغادي تكثري واحد شويه. هنا كنضيف حتى النكهه باش كيجيني المذاق ديال الكلاصاج زوين. ديجا هو كيجي مذاقه زوين حيت ديجا فيه الشوكولا وفيه لا كريم، يعني كيجي مذاقه بنين. غادي ندير هنايا 3 الوراق ديال الجيلاتين. الجيلاتين هو اللي كيعقد ليا، هو اللي كيخلي الكلاصاج يجي عاقد مجموع. ولا بغيون كيديروا ليا الجليكوز. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الجليكوز. بالنسبه للجليكوز فكيتلصق بزاف، ديري الزلافه ديال المحدا كرشي فيها يديك والمعلقه اللي غادي تهزي بها، حيت ما كيحيدش كي بغيتي تهزي بيديك ديريكت كيبقى لاصق ليك. ضروري خشي يديك في الماء، والمعلقه اللي غادي تهزي بها حتى هي خشيها في الماء عاد ديريها. هاد الكلاصاج هذا راه كيجي ناجح 100%، بالاخص الا خليتيه واحد شويه. بالنسبه لي انا في هاد الكاطو هذا غادي نكلاصي به في ساعته، يعني ما غاديش نديرو في الثلاجه. هو ملي كديري ليه بابي اليمونتير يعني كتغطيه كتكلاصي به من بعد، يعني كيجي عاقد واحد شويه، كيجي خاتر. انا فكلاصيت به بالزربه ولكن جا ناجح 100% وعطاني داكشي اللي بغيت. ضروري من هاد المرحله هذه كتصفيه وخرج ليا كميه كبيره، حيت مازال غادي نحتاجو في لي كاطو واحدين اخرين، حيت كنوجد لانيفرسير ديال بنتي. وهاد الكاطو هادي كانوا جايين عندنا الضياف ووجدتها ليهم، جا مذاقها زوين. كيف قلت لكم راه تحضروها لاي مناسبه عندكم، ما تحتاجوش تبقاو تشريوها، كتطلع رخيصه وكيجي مذاقها احسن بزاف، يعني كتخدميها بيديك عارفه شنو دايره فيها، كيجي مذاقها زوين. وممكن تضيفي ليها اي حاجه اخرى. هنا غادي نديمو لي الكاطو.
هنا غادي ندير الفويتين من الجناب. خليت لكم الفيديو غادي من الاول حتى للاخر باش ما تلفوش. هاد لي غاطو هادو راه كيجي بنينه بزاف. انا درتها غير الضياف كانوا جايين عندنا، وكنوجد لانيفرسير ديال بنتي. غادي نشارك معكم كلشي. وجدت لي مولي كيك بهاد الطريقه هذه اللي شاركت معكم دابا، عرفتوا جاني ناجح بزاف. لي غاناش نوار بلون. المهم غنشارك معكم كلشي من ورا هذا الفيديو، تبعوا معايا. ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا واستفدتوا منه، وما تنساوش تبارطاجيو مع كاع الناس اللي قراب ليكم. وشكرا لكم على المتابعه.